السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. شكرا لكم بزاف من القلب على التشجيعات ديالكم، على التعاليق الزوينة اللي كنستقبلها وعلى الوقت اللي كتعطيوني وكتشجعوني فيه. المهم اليوم غادي نحاولوا ما امكن نهضروا على واحد الموضوع، ما نحاول ما نطولش عليكم. هذا الموضوع هذا هو ديال وقت الغضب ولا النقاش ما بين المرأة والراجل، وماشي كلشي كيقدر ولا كيعرف يتصرف في وقت النقاش ولا سوء تفاهم ولا وقت الغضب ديال يا الزوجة يا الزوج في الحياة الزوجية. اول حاجة غنديرها هي غنطرح سؤال للزوج والزوجة. مني كتكونوا في وقت النقاش او لا في ساعة غضب يا انتي يا الزوج ديالك، الكلام ديالي موجه للزوج والزوجة بطبيعة الحال. واش نتوما من داك النوع اللي كيبقاو شد ليا نقطع عليك شد ليا نقطع عليك، كلمه مني كلمه منك، حتى كتوصلوا لشي حاجه اللي اصلا نتوما ما كنتوش اصلا باغيين توصلوا ليها؟ اولا واحد فيكم كينسحب وكينعل الشيطان وكيبدل ساعه بساعه اخرى. غنحاول ما امكن نجاوب ونعطي الراي ديالي بحكم العقليه الغربيه اللي منتشره واللي طغات على العقليه لا ديال الرجل ولا ديال المراه في هذا الشيء هذا، لانهم كل واحد باغي يفرض الشخصيه ديالو وباغي يفرض الراي ديالو، وحتى شي واحد منهم كل واحد كيشوف راسي بهذا المعنى، وحتى شي واحد ما كيقول لا خصني نعل الشيطان ونبدل ساعه بساعه اخرى. هذا هو السبب الحقيقي لتدهور العلاقات الزوجيه والحياه الزوجيه ما بين الازواج وارتفاع نسبه الطلاق مع الاسف. حيت حتى شي واحد ما كيفكر بعقلانيه، يعني ماشي لا خاصني نفرض شخصيتي، لا ما خاصنيش ندسترو، لا هادي لا، خاصني نخدم بحكمه، لا الراجل ولا المراه. انا الاكثر ما تقولوش لي تجي تدخل عندي شي وحده تقول لي لا انت كتجي مع الراجل. انت شوف اختي نقول لك واحد الحاجه، بحكم التجربه الشخصيه ديالي انا في الحياه الزوجيه اللي علمتني بزاف ديال الحوايج، وكنت كنشوف بان راجلي كنت هاز عليه واحد الصوره الوقيته اللي كانوا عندي المشاكل، كنت كنقول يا ربي تسمح لي، كنت كنقول اكفس راجل وما حنينش وما عاطفيش وما كيبغينيش وقاصح. المهم بزاف ديال علاش، حيت هذيك النظره ديالي السلبيه، علاش بزاف ديال كاين بزاف ديال الاسباب من مورا ديك النظره. ولكن انا غادي غنهضر معاك دابا، غنقول لك التجربه الشخصيه ديالي. غنقول لك انه المراه اللي كتنسحب الوقيته ديال الغضب ديال راجلها كتبدل ساعه بساعه اخرى، تقدر تغير بزاف ديال الحوايج بينها وبين راجلها، طريقه التعامل راجلها معها. واش نجيكم الصراحه، واش كاين فرق ما بين المراه اللي حتى في النقاش، المراه ملي يكون راجلها معصب وكيغوت وكيسب ولا كيعاير ولادي وهادي تمشي تبدل ساعه بساعه اخرى وتخليه يغوت يشبع ويسكت، او لا تبقى هضره مني هضره منها هضره منا، وفي الاخر كيوصلوا لواحد النقاش اللي ما عرفتش فين كيوصلوا. انا بالنسبه ليا كنت دائما كنت واحد الوقيته صراحه كنت كلمه مني كلمه منو، كنبغي نفرض الشخصيه ديالي وتنقول لا وهذه وخصني حتى انا تكون عندي كلمه وهذه. علاش؟ حيت شوف راه اللي خارج على لي كوبل دابا هو المجتمع مع الاسف. هذه راه الحقيقه، راه حتى انا شوف هذيك العقليه اللي دابا عند البنات عند العيالات، راه انا كانت عندي كنت كنقول انا خدامه بصاليري وهذه راه حتى انا من حقي انني تكون عندي كلمه وتكون حقك انك تكون عندك كلمه وتشاوري مع راجلك بلاتي هي احسن وتصنت لك راجلك وهذه، ولكن ماشي بالغوات الحبيبه ديالي، لا ما جاتش بالغوات وبالعناد لا، بلاتي هي احسن. انا كان وقع لي غادي نعاودها لكم، كنت واحد الوقيته كنا غاديين انا والزوج ديالي المطار باش نجيبوه غوسي جايه من السفر، وقع بيني وبينه واحد النقاش وبدا كيغوت عليا واحد الغوات هيستيري ما نقولش لك. المهم كنت درت واحد لا فوتو انا صايقه، ما نقولش لك واحد النقاش دار بيناتنا وانا ساكته ما هضرتش ما جاوبتوش نهائيا. وحتى منين وصلنا وهذه كيحسب ليه غادي ندير واحد لي غريماس ولا وجه ديالي غيتبدل في الطريقه اللي اننا لقينا كنتلاقاو مو لا بالضحك، ضحكت وفرحت وعنقتها وجايين ضاحكين وبحال حتى شي حاجه ما وقعت. جينا جلسنا في العشيه، جا قال لي سمحي لي وبس لي راسي،
عرفتي هذيك في حد ذاتها خلاتني نبدل بزاف ديال الحوايج في طرق التعامل ديالي بيني وبين راجلي. هذاك الشيء علاش كنقول لكم راه المراه اللي كتصرف بحكمه وكتنسحب وقت الغضب ديال راجلها وما كتبقاش شد ليا ونقطع عليه كلمه منا كلمه منه، وهذه راه هي المراه الحكيمه، عارفه راسها كيفاش غتصرف. ماشي نبقى كلمه مني كلمه منه نوصلوا فين غنوصلوا، هذه لا، ما عمرها ما جات بالغوات وما عمرها ما جات بالعناد. كنعاودها نكررها حيت راه هذه الحقيقه. ولهذا الله يجازيكم بخير، دائما تنقول لكم الله يجازيكم بخير. في وقت النقاش انا هذا الكلام ديالي موجه للزوج والزوجه. حنا راه عندنا واحد الضمير، حنا كبشر عندنا واحد الضمير كيأنبنا. ما كاينش شي واحد تقولي لي لا ما كاينش اللي ما عندوش الضمير، كل شيء عنده الضمير كيأنبو بينه وبين نفسه، تيجلس تيقول انا راه غلطت، خصني نطلب السماحه. ولهذا غلط الزوج ديالك يمكن قالك شي كلمه كتجرح، بدلي ساعه اخرى، ما تجاوبيهش، بدلي ساعه اخرى. كذلك انت دارت شي تصرف ماشي هو داك، قالت لك شي كلمه ماشي هي هذيك، اعطيها العذر، قولي يمكن معصبه، يمكن عندها ضغوطات، يمكن هرمونات ديالها، بزاف ديال الحوايج، بدلي ساعه اخرى. وما تجبدش داك الموضوع وما تجبديش داك الموضوع، تدوز عليه ايام ثم ايام، تكونوا جالسين ضاحكين رشقه ليكم رشقه لبعضياتكم، وماشي شوف هذاك النهار في اتونسيون رد البال هذاك النهار درتي لي، لا ماشي هذه هي الطريقه. شوف حبيبي، شوف راجلي، هذاك النهار لمتيني وضريتيني في خاطري وانا كنحترمك، وانت ديك النهار ما احترمتينيش وقلتي لي وهذه وكذا. ومثال الراجل يمشي عند مرته ويقول لها شوفي فلانه انت راه عزيزه عليا، انت راه فوق راسي وعينيا، ديك النهار قلتي واحد الهضره ما خصهاش تقال، درتي واحد التصرف ما خصوش يدار. هذا هو احسن حاجه في الحوار، هذه اهم حاجه في الحوار. اما في وقت الغضب وفي وقت النقاش، اما بالنسبه لي هنا غادي نوقف على واحد الحاجه اللي مهمه وغنختم بها الموضوع. المراه الحكيمه والراجل الحكيم هما الزوج والزوجه، هما اللي كيحاولوا يعرفوا كيفاش يتعاملوا في وقت الغضب او لو وقت النقاش بينها وبين بعضياتهم. يعني خاص واحد ينسحب، الا كان واحد طالع واحد يهبط. تنقسم بالله العلي العظيم وربي شاهد عليا على هاد الهضره، لو كان منين يكونوا نقاشات ما بين الرجل والمراه واحد يبدل ساعه بساعه اخرى وين على الشيطان، لو كانت نسبه الطلاق انخفضت لواحد الدرجه ما تصوروش، وكانت المشاكل الزوجيه ما غتكونش نهائيا. علاش؟ حيت داك شد ليا نقطع ليك هضره مني هضره منك هي اللي كتخلي كتشعل العافيه بين الازواج. ولكن الانسحاب كيخلي، ديما كنقولوا خلي الماء منين يدوز، كنبدلوا ساعه بساعه اخرى باش نقدروا نتحاوروا. اما الا بقينا هضره مني هضره منك راه ما كاينش حوار وما كاينش حل، ما غتلقايش حل نهائيا. الى عجبكم، الى وصلتوا للاخر وعجبكم الفيديو شي تعليق زوين وعطيوني الاراء ديالكم على الكلام ديالي، واش متفقين معايا ولا متفقينش معايا، وما تنساوش البارطاج باش تعم الفائده. الله يصلح امورنا واموركم، الله يهدينا ويهديكم، الله يسهل عليكم ويسهل علينا، الله يرزقكم السكينه والطمانينه يا رب لجميع امه سيدنا محمد.